أهلا بكل مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك. عنوان حلقتنا أدوارنا في الحياة. أنت في أي دور دلوقتي؟ في لحظات بنحس إن الحياة ضغطانة وإن الناس اللي حوالينا سبب تعبنا، وفي لحظات تانية بنحس إن إحنا أقوى من الكل، وفي لحظات تالتة بنجري نساعد الكل على حساب نفسنا. الحقيقة إن إحنا بنتنقل بين 3 أدوار في الحياة، كل دور فيهم له جانب واعي وجانب مرهق. الدور الأول هو دور الضحية، بنركز على الشكوى وبنشوف إن الآخرين سبب عجزنا ونبرر تصرفاتنا، ونشعر إن قيمتنا قليلة وثقتنا في نفسنا تكاد تكون معدومة. هنا الوعي بيكون منخفض لأننا بننتظر حد يجي ينقذنا، لكن نفس الدور ده بشكل واعي إننا نعترف إن إحنا سبب في اللي بيحصل لنا، فنبتدي نتعلم، نسأل، نتخبط، نتوجع، نفهم نفسنا أكتر. وهنا بنتحول من دور الضحية لحد بيتعلم من وجعه، لأن البداية بتبدأ من جوانا. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدور التاني دور الجاني، وده غالبا بيظهر بعد ما بنخرج من دور الضحية، لما بنحس إن إحنا بس اللي صح ونبتدي ننتقد الآخرين ونحاول نسيطر عليهم ونصدر عليهم أحكام طول الوقت ونعادي أي حد ضدنا. لكن لو أنا عايزة أكون في الجانب الواعي في الدور ده، بتمسك برأيي الصح وببتدي أطبق على نفسي أولا، وبسمع الآخرين وبحترم وجهات نظرهم واختلافهم عني. قال الله تعالى: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدور الثالث دور المنقذ، شمعة تحترق من أجل الآخرين، يعطي بلا حدود، بيساعد الكل، بيتنازل عن حقه، بيأجل احتياجاته، بيعيش في فكرة الآخرين أولا. لكن الحقيقة إنه بيتعب جدا وبيشعر بعدم التقدير. أما المنقذ الواعي فبينقذ نفسه أولا عشان يقدر يساعد غيره من غير ما يأذي نفسه، يقول رأيه بوضوح، يرتاح لما يتعب. قال الله تعالى: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. راقب نفسك، شوف انت في أي دور، هل محتاج وعي أكبر ولا محتاج توازن؟ شاركنا في التعليقات، لأن فهمك لنفسك هو أول خطوة في تغيير علاقاتك. لو حسيت إن في تكرار لنفس الدور في علاقاتك، انت مش عارف تخرج من دايرة معينة، جلسات الكوتشنج بتساعدك تعرف نفسك أكتر وتفهم أنماطك في العلاقات، وتتعلم إزاي تخرج بوعي من أي دور لدور الراشد الواعي. لأن العلاقات الصحية بتبدأ من وعيك بذاتك أولا، البداية دايما جواك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك على إذاعة الشرق الأوسط.